السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم حازم بلال، وده الجزء الثاني من سلسلة سي تي اف. في الجزء اللي فات اتكلمنا عن خطوات السي تي اف او الميثودولوجي اللي انت هتمشي بيها في اي تحدي. لكن قبل ما تبدأ تحل او تدخل في العملي لازم تكون عارف اساسيات اللينكس. اغلب شغلك في السايبر سيكيورتي هيكون على لينكس، سواء ان انت بتشغل تولز او ان انت بتعمل انيمريشن او ان انت بتتعامل مع الملفات والسيرفر، او حتى اثناء السي تي اف والبنتريشن تيستنج. انت لازم تكون مرتاح مع التيرمينال اللي هي اوامر لينكس، ولازم تكون عارف اهم الاوامر اللي هتحتاجها اثناء شغلك. الفيديو النهارده هيكون عملي وبسيط جدا، وخصوصا لو انت لسه جديد في اللينكس. عشان كده يعني عشان بعد كده تقدر تتابع باقي السلسله بسهوله. وبالنسبه تم فتح الحجز في دبلومه زي تريس خاصه بالبنتريشن تيستنج في النتورك والويب. ولو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الدبلومه هتلاقي لينك رقم الواتساب موجودين في وصف الفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو. تمام. طيب نفتح كده التيرمينال. خلينا نعمل حاجة بس بسيطة كده. طيب كويس أوي. أول حاجة، أنت عشان تقدر تفتح التيرمينال من هنا أنت بتفتحها عن طريق التيرمينال ده. تمام. بعد كده احنا بس هنروح لنفس المسار اللي احنا كنا فيه وهنشرح كل حاجة بالتفصيل الممل. طيب كويس أوي. خلينا نعمل أي فايل كده بس كده. طيب نبدأ بأول أمر معانا. خلينا نفتح تكست عشان نكتب الأوامر بتاعتنا هنا. تمام. اول امر معانا هو بي دبليو دي. بي دبليو دي اختصار لحاجه اسمها برنت وركينج دايركتوري. تمام. برنت وركينج دايركتوري اختصار لحاجه اسمها برنت وركينج دايركتوري. طيب دايركتوري. طيب دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان هو بيقول لك انت واقف فين في السيستم دلوقتي. يعني انت دلوقتي لما تيجي تقول له انا بي دبليو دي، تمام، هيقول لك والله انت واقف في الهوم كالي ديسكتوب لينكس كوماند. تمام. طيب يعني بي دبليو دي اختصار لحاجه اسمها برنت وركينج دايركتوري، بيطبع لي انا واقف فين في نفس المكان اللي انا واقف فيه. طيب تخيل مثلا لو انت رحت في المسار، مثلا على سبيل المثال، ما حدش يركز في المصادر دلوقتي. لو قلت له بي دبليو دي انا كنت واقف فين في الاول، كنت واقف في الهوم كالي ديسكتوب لينكس كوماند، ولما غيرت المسار راح قايل لي انت واقف في اليوزر شير ام ماب سكريبتس. تمام. طيب عندنا امر تاني هو ls اختصار لحاجه اسمها ليست، بيبدا يعرض لي كل الملفات والفولدرات في المسار اللي انا واقف فيه، في المكان اللي انا واقف فيه. طب انا واقف فين دلوقتي؟ والله انا واقف في اليوزر شير ام ماب سكريبتس. فانا لو قلت له ls هيبدا يعرض لي الملفات والفولدرات في المسار اللي انا واقف فيه. ls دي طبعا سيبك من الكلام اللي مكتوب هنا، هو دلوقتي عرض لي كل الفايلات والفولدرات اللي في المسار اللي انا واقف فيه. طيب انا دلوقتي واقف فين؟ واقف في اليوزر شير ام ماب سكريبت. طب لو انا عايز اعرض حاجه في مكان تاني، فانا ممكن اقول له ال اس وادي له المسار كله، هوم كالي ديسكتوب لينكس. لينكس. تمام. لينكس كوماند. لو انا دوست انتر هيعرض لي الفولدرات والفايلات في المكان اللي انا قلت له عليه، اللي هو هوم كالي ديسكتوب لينكس. انتر. دلوقتي انا في قال لي والله المسار اللي انت اديته لي ده في فايل اسمه فايل دوت تكست وفي فولدر اسمه لينكس موجود. تمام. طيب لو انا عايز اغير يعني اغير المسار اللي انا واقف فيه ده، بسيطه جدا. لو انا عايز ارجع بقى للمسار اللي هو المسار الاساسي، انا دلوقتي هقول له كده بي دبليو دي والله انت واقف دلوقتي في الهوم كالي. طب بي دبليو دي هنا انت واقف في مكان اسمه اليوزر شير ام ماب سكريبت. طب انا عايز اروح للمسار ده، هل بقى ان انا اقفل التيرمينال كده واروح للمسار على طول؟ تمام. يعني اللي هو انا اقفل التيرمينال وبعد كده افتح واحده جديده الاقي نفسي في مسار الهوم كالي، ولا انا ممكن من خلال التيرمينال اللي قدامي اقدر اغير المسار كله؟ لا، تقدر تغير المسار طبعا. عندنا امر اسمه سي دي. سي دي اختصار لحاجه اسمها تشينج دايركتوري. تمام.
سي دي اختصار لحاجه اسمها تشينج دايركتوري، يعني هيدخلك من فولدر لفولدر على حسب ما انت تقول له اسم الفولدر ايه. طيب انا لو قلت له سي دي بس من غير اي فولدرات، هيرجعني فين؟ في مسار الهوم كالي، في حين ان انا كنت واقف في اليوزر شير ام ماب سكريبتس. تمام، هيرجعني فين؟ في الهوم كالي. لو انا قلت له سي دي بس هيرجعني في الهوم كالي. تمام. طيب لو انا مثلا واقف فين؟ بي دبليو دي، واقف في اليوزر شير ام ماب سكريبتس. لو انا عايز ارجع خطوه، يعني انا دلوقتي اخر مسار ليا في السكريبت، انا عايز اقف عند الام ماب، اعمل ايه؟ عندي سي دي نقطتين، سي دي نقطتين بيرجعني خطوه واحده لورا. تمام. لو قلت له كده وقلت له بي دبليو دي اهو، بص انا كنت واقف فين؟ في اليوزر شير ام ماب سكريبتس، دلوقتي انا واقف في اليوزر شير ام ماب. تمام. فسي دي، سي دي نقطتين بيعمل باك لستيب، اللي هو بيرجعني خطوه لورا. جميل. طيب كويس قوي، يبقى احنا كده عرفنا ان سي دي نقطتين بيرجعني خطوه لورا. طيب تخيل مثلا لو انا عايز اقول له يوزر شير ام ماب سكريبتس. تمام. وانا دلوقتي انا بدل ما انا عايز ارجع خطوه واحده، لا انا ارجع خطوتين. هل انا اعملها سي دي نقطتين مسطره سي دي نقطتين؟ ما ينفعش الكلام ده. طب انا ارجع خطوه واحده، يعني ارجع خطوتين ازاي؟ سي دي نقطتين سلاش اللي هو ده، انا كده طلعت بره السكريبت وعايز اطلع بره الام ماب، فانا هقول له ايه؟ نقطتين كمان. يبقى اول نقطتين ده مسار اللي هو السكريبت ده، والنقطه والسلاش، وبعد كده النقطتين التانيين اللي هو الام ماب. تمام. لو انا قلت له انتر، بص انا بقيت واقف فين؟ في اليوزر شير. كويس، كويس جدا. طيب نرجع بقى نروح للمسار بتاعنا اللي احنا عملناه. جميل. انا دلوقتي عرفت ان انا بي دبليو دي ده برنت وركينج دايركتوري ال اس، اللي هو هيعرض لي الحاجات والفولدرات والفايلات في المسار اللي انا واقف فيه، وبي دبليو دي ده بيعرض لي المسار اللي انا واقف فيه ايه هو. تمام. سي دي تشينج دايركتوري بيقدر يغير من مسار لمكان لمكان. تمام. سي دي نقطتين بيرجعني خطوه واحده لورا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ميك ام كي داير. ام كي داير ده اختصار لحاجه اسمها ميك دايركتوري. تمام. ميك دايركتوري يعني تقدر تعمل فولدر. سي مثلا انا هعمل ام كي داير، ده اختصار لحاجه اسمها فولدر ام كي داير هاكينج مثلا. تمام. دلوقتي لو انا قلت له سي دي هاكينج، يبقى انا هدخل جوه فين؟ هدخل انا واقف فين دلوقتي؟ في الهوم كالي ديسكتوب لينكس هاكينج. تمام. طيب انا لما قلت له ام كي داير هاكينج عمل لي فولدر. لو انا قلت له ال اس، تمام، ارجع خطوه واحده ال اس، هلاقي ان في فايل اسمه فايل دوت تكست، والاقي فولدر اسمه هاكينج، والاقي فولدر اسمه لينكس. يبقى انا عملت فولدر اسمه هاكينج ما فيهوش اي حاجه، انا عايز ادخل جوه الهاكينج ده، فانا اقول له سي دي هاكينج. تمام. يبقى انا دخلت فين؟ اهو ديسكتوب لينكس كوماند. لو انا قلت له بي دبليو دي، انت المسار بتاعك كله هوم كالي ديسكتوب لينكس كوماندز هاكينج. تمام. تمام كده كويس قوي. يبقى ام كي داير ده بيعمل ميك دايركتوري. في امر اسمه تاتش. تاتش ده بيعمل كرييت لفايل، بيعمل كرييت لفايل. طيب انا هقول له تاتش، تمام، واقول له مثلا هاكينج دوت تكست. تمام. لو انا قلت له ال اس، هلاقي في فايل اسمه هاكينج دوت تكست. طيب دلوقتي بقى احنا عندنا ال اس وعندنا حاجه اسمها ال اس داش ال اي. جميل. ال اس داش ال اي، الامر ده خلينا نطلع كده فوق. ال اس داش ال اي، الامر ده بيعمل ايه؟ ده بيعرض لي، بشوف الصلاحيات اللي هم دول، قصدي الصلاحيات اللي هم دول. تمام. صاحب الملف كمان، والحجم اللي هو ده، والتاريخ، وشويه تفاصيل كده. طيب اللي هيفيدك في حته ال اس داش ال ايه هي البرميشنز دي صلاحيات هنشرحها بس كمان شويه. انا حبيت بس افهمك حته ال اس داش ال ايه بنستفاد منها في ايه. بنستفاد منها ان احنا لو عايزين نعمل، لو في فايل هيدن اللي هو مش ظاهر، تعال اديك مثال. اقول له تاتش مثلا بايثون، او نخليها زيرو تريس، تمام، دوت تكست. تمام.
ونعمل كده. لو انا قلت له ال اس بس، ايه ده هندسه؟ هو انت مش قلت ان انا عملت فايل زيرو تريس دوت تكست؟ طب الفايل اللي ظهر قدامي دلوقتي هاكينج دوت تكست. فانا لو قلت له ال اس داش ال ايه، هيبدا يعرض لك. لحظه واحده نقفل الصوت. لو انا قلت له ال اس داش ال ايه، هيعرض لك الصلاحيات وصاحب الملف والحجم والتاريخ، وكمان هيعرض لك الفايلات المخفيه. طيب، اعرف منين ان هي مخفيه؟ ان هي بتبدا بدوت. تمام، يعني ان هي بتبدا بدوت. اول ما تلاقي الفايل بادئ بدوت وبعد كده اسم الفايل دوت تكست، اعرف ان ده هيدن فايل. جميل قوي. فانا دلوقتي لو انا عايز اعمل كات للفايل ده، بلاش كلمة كات، احنا كده كده هنشرحها دلوقتي. انا دلوقتي يبقى انا قلت لك ان انا ممكن اعمل ال اس داش ال ايه، ده بيعرض البرميشن، تمام، والديت والحجم والتاريخ والهيدن فايلز، تمام، وكل الكلام ده. طيب انا دلوقتي لو انا عايز اكتب حاجه جوه الفايل ده، يعني أنا دلوقتي هاكينج دوت تكست، اكيد مش هروح انزل كده واروح للفولدر اللي هو لينكس كوماند واقوم دايس على هاكينج واقوم داخل فاتح الفايل ده واقعد اكتب جواه. لا، احنا عندنا كل حاجه بنشتغل عن طريق التيرمينال هنا. طيب انا لو عايز اكتب جوه الفايل ده حاجه، هقول له نانو اديتور. ده بيكون محرر نصوص بسيط جدا، تقدر تكتب وتعدل زي ما انت عايز. فانا هقول له نانو هاكينج دوت تكست، تمام، واقول له مثلا هلو وورلد، الكلمه المشهوره اللي في اي لغه برمجه، سايبر سيكيورتي، تمام، واوفنسيف سيكيورتي. تمام. نسيت اقول لك ازاي تسيف الفايل. عشان تقدر تسيف الفايل ده تعمل له سيف كده، عندي امر اس بقول له من الكيبورد كنترول شيفت اس، بعد كده كنترول شيفت اكس. تمام، خلينا اكتبها لك هنا. نانو ده بيكون اديتور. جميل. بعد كده بقول له نانو هاكينج دوت تكست، ابدا اكتب الكلام، اعمل سيف للفايل واقوم قايل له كنترول شيفت، تمام، شيفت اس، وبعد كده كنترول شيفت اكس. كنترول شيفت اس ده هيعمل سيف للفايل، بعد كده كنترول شيفت اكس ده هيعمل خروج. جميل. انا دلوقتي كتبت المحتوى ولكن انا عايز ابدا اقرا المحتوى، فعندي امر اسمه كات. وكات دي يعني مش قطه. كات ده فكرته ان هو بيقرا الفايل ويطلع لك المحتوى اللي مكتوب جوه الفايل اللي اسمه هاكينج دوت تكست. فانا هقول له كات والفايل بتاعك هيكون اسمه هاكينج دوت تكست. هندسه، انا شايف ان انت ما بتكتبش الكلمه كلها، انت بتعمل حاجه تخلي الكلمه تكمل. هقول لك عليها دلوقتي بس ثانيه واحده. كات هاكينج دوت تكست، وبعد كده لو دوست انتر هلاقي ان الفايل ده مكتوب جواه هلو وورلد، تمام، وسايبر سيكيورتي واوفنسيف سيكيورتي. جميل. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا حته ان احنا ازاي نعمل نانو. خليني بس اكتب كده. اتعلمنا ازاي نعمل نانو ده اختصار لحاجه اسمها اللي هي الاديتور، اللي هو محرر نصوص. تمام. بعد كده بقوم قايل له نانو هاكينج دوت تكست، بعد كده عشان اسيف الفايل اكتب المحتوى، بعد كده اسيفه ازاي، كنترول شيفت اس، كنترول شيفت اكس، وبعد كده عايز اقرا المحتوى فاقول له كات هاكينج دوت تكست. جميل. طيب، بسيط كده بسيط. احنا عشان نقدر نعمل فايل بنقول له امر تاتش، صح؟ ودي حاجه انا عرفناها. طيب ما انا ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اقول له نانو نيو فايل، تمام، نيو فايل دوت تكست، واكتب المحتوى اللي انا عاوزه، تمام، كنترول شيفت اس، كنترول شيفت اكس، تمام، واجي اعمل كات نيو فايل دوت تكست. ايه ده هندسه؟ يعني انا اصلا تاتش دي انا ممكن مش هحتاج ان انا اعمل منها كريت؟ يعني انا من خلال نانو ممكن اقول له نانو وادي له اي اسم فايل مش موجود، هيبدا يفتح لي محرر النصوص واكتب المحتوى، سيف الفايل، وبعد كده هلاقي الفايل ظهر معايا هنا. بالظبط كده. تمام. طيب انا دلوقتي معايا فايل اسمه هاكينج دوت تكست، انا عايز اوديه مثلا فين؟ خلينا نعمل فايل جديد، قصدي فولدر جديد، هوم كالي ديسكتوب، بعد كده اقول له نيو. انا بقول له سي دي اصلا، مؤاخذة.
NK داير بس كده. شكرا. انا دلوقتي معايا فايل اسمه hacking.txt، عايز اعمل منه نسخ، انسخه. احنا في الويندوز بنقول له كوبي صح؟ هنا في اللينكس بنقول له سي بي، اختصار لحاجه اسمها كوبي. جميل. طيب هقول له سي بي، تمام. بعد كده اقول له hacking.txt واوديه فين؟ هوديه هوم كالي ديسكتوب نيو. تمام. لو انا رحت بصيت على الفايل اللي هو الفولدر اللي اسمه نيو تكست، تمام، هلاقي ال اس، بص هلاقي هاكينج دوت تكست. الفايل هنا موجود، واخد منه نسخه نفس النسخه اللي موجوده هنا. تمام. طيب نفترض ان انا عايز انقل الفايل ده هنا بس باسم مختلف. ازاي؟ هقول له سي بي، تمام. بعد كده هاكينج دوت تكست هوم كالي ديسكتوب نيو دوت تكست، قصدي فولدر اللي اسمه نيو وهيكون اسمه باك اب دوت تكست. تمام. لو انا عملت ال اس هلاقي ان الفايل اللي اسمه باك اب، تمام، موجود بنفس المحتوى اللي موجود في الهاكينج دوت تكست. جميل كده. لحد دلوقتي احنا كويسين جدا ومفيش اي حاجه ضايعه مننا. طيب نكمل. طيب انا دلوقتي معايا فايل اهو هاكينج دوت تكست او نيو فايل دوت تكست، تمام. انا عايز انقله عند الفولدر اللي اسمه نيو، تمام، اهو عند الفولدر اللي اسمه نيو، ولكن انا مش عايز اخد منه نسخه. احنا كنا بنستخدم امر سي بي، بنقول له سي بي كده، تمام، هاكينج دوت تكست، وبنديله المسار اللي هو هوم كالي ديسكتوب، تمام. بعد كده بقول له نيو. انا دلوقتي عايز اخد الفايل ولكن انا مش عايز اخد منه نسخه، انا عايز اعمل له زي نظام موف، اللي هو تحرك الفايل من مكان لمكان بس من غير ما تاخد منه نسخه. نعملها ازاي؟ نقول له ام في، تمام. بعد كده نقول له نيو فايل دوت تكست، هوديه فين؟ هوديه للهوم كالي ديسكتوب نيو. تمام. لو انا عملت ال اس هنا هلاقي ان الفولدر، قصدي الفايل اللي اسمه نيو فايل ده، ما بقاش موجود معايا في المسار ده، بس موجود فين؟ موجود هنا نيو فايل دوت تكست. تمام. طيب نفس الفكره انا ممكن اقول له ام في نيو فايل دوت تكست، بعد كده اديله المسار هوم كالي ديسكتوب لينكس، تمام، كوماند، وهسميه مثلا باك اب دوت تكست. تمام. لو عملت هنا ال اس الاقي الفايل ما اتنقلش. هو تقريبا اتمسح ولا ايه؟ مسح، مش عارف. موضوع غريب بصراحة. ايه ده؟ غريب اوي الموضوع ده. ازاي يعني؟ انا كنت اصلا واقف في مسار اسمه لينكس كوماند هاكينج، في الفولدر اللي اسمه الهاكينج. فلو احنا عملنا ال اس هلاقي ان الفايل اهو بقى باك اب دوت تكست. انا بص نقلت المسار فين؟ هو ام في نيو فايل دوت تكست في المسار اللي اسمه هوم كالي ديسكتوب لينكس كوماند باك اب دوت تكست، اللي هو انا غيرت اسم الفايل بتاع نيو فايل لباك اب دوت تكست في المسار اللي هو اخره الفولدر اللي اسمه لينكس كوماند. فانا نقلته هنا فعلا. استغربت ان هو ما فيش اي ايرور، فما اتنقلش ازاي يعني. تمام. انا كنت فولدر في اسمه الهاكينج، طلعت خطوه واحده فلقيت بقيت فين؟ في الباك اب دوت تكست. جميل. يبقى ام في دي اختصار لحاجه اسمها موف، ان انا اقول له ام في نيو فايل دوت تكست هوم كالي ديسكتوب، تمام، لينكس كوماندز، تمام. بعد كده ممكن اقول له باك اب دوت تكست لو انا عايز اغير اسم الفايل. جميل. جميل قوي. طيب عندنا امر اسمه ال اس بقى كده. عندنا امر لو انا مثلا عايز امسح الفايل ده، انا عايز امسحه، امر اسمه ار ام اختصار لحاجه اسمها ريموف. خلينا نكتبها هنا، ار ام اختصار لحاجه اسمها ريموف. ريموف اللي هو انا عايز امسح الفايل اللي قدامي. تمام. فانا اقول له ار ام فايل دوت تكست، ماشي. انا لو مسحت ودوست انتر كده فاقول له ال اس داش ال ايه او ال اس بس، هلاقي ان الفايل دوت تكست ده فعلا اتمسح. تمام. طيب انا دلوقتي في فولدر هنا ده لينكس انا عايز امسحه، فانا اقول له ار ام داير. ار ام اللي هو ريموف، وداير اختصار لكلمه دايركتوري.
rm dir linux. تمام، هتلاقي ان الفولدر فعلا اللي هو لينكس ده اتمسح، والفايل اللي هو نيو فايل قصدي الفايل دوت تكست اتمسح لما قلنا له rm فايل دوت تكست. جميل. طيب نكتب هنا، يبقى rm ده بيعمل ريموف للفايل، rm dir ده بيعمل ريموف للدايركتوري. تمام، جميل قوي، كويس قوي. انا دلوقتي نفترض ان انا عايز امسح الفولدر اللي هو اسمه هاكينج ده انا عايز امسحه. سهل يا هندسه، ما انت قلت لي rm dir. طب تعالى نجرب كده هاكينج. بص بقى بيقول ايه، بيقول لك ان الفولدر بتاع هاكينج ده الدايركتوري بتاعه مش فاضي. ايه ده؟ يعني انت يا هندسه تقصد ان rm dir ده بيمسح الفولدر الفاضي اللي مش فيه اي حاجه ولا فايلات ولا اي حاجه؟ فولدر الهاكينج ده جواه فايلات. طب انا عشان امسحه هقول له rm داش داش rf. تمام، بعد كده اقول له هاكينج. تمام، هتلاقي ان الفولدر باللي جواه اتمسح. جميل، لحد هنا احنا تمام، كويس جدا. طيب نخش بقى في حاجات مهمة جدا. تمام، وهي حتة الأوامر. تعالى ننزل كده ال- اللي هي الأوامر لينكس تبع البرميشن. جميل، احنا عايزين نعرف شوية حاجات كده نقدر نشغلها. عندنا حاجات، انا دلوقتي لو انا قلت له هو ام اي، انا دلوقتي مين؟ انا كالي. طيب هل صلاحيات كالي ده يقدر يعمل اي حاجة في النظام كله؟ لا، بيبقى في صلاحية اعلى منه وهي صلاحيات الروت. وانس مثلا انا جيت اقول له كات اي تي سي على سبيل المثال شادو. تمام، بص بيقول لي هنا ايه بريميشن دراين، يعني انت مالكش صلاحية، في حين ان انا لو قلت له سودو اس يو، تمام، قلت له كالي وقلت له كات الاي تي سي شادو، تمام، بص الفايل اتفتح معايا. طب اشمعنى الكلام ده يا هندسه؟ اشمعنى الكلام ده؟ لسبب ان انا لو قلت له هو معاي انت دلوقتي بصلاحيات روت، وانا لما قلت له هو معاي هنا انا مين؟ قال لي انا بصلاحيات كالي. طيب يعني انت عشان تشغل الامر ده الاي تي سي شادو وما يقولكش بريميشن دراي لازم تكون انت بصلاحيات السودو. فانا ممكن اقول له سودو، تمام، كات اي تي سي شادو. تمام، هيطلب منك الباسورد فيعمل كالي. بس كده هيعرض لك الفايل اللي قدامك ده. فاي حاجه هتقول لك بيرميشن دراي اعرف ان هو بيقول لك بيرميشن دراي عشان هل انت مالكش صلاحيات ولا ايه بالظبط. جميل. طيب احنا دلوقتي نفترض مثلا ان انا عايز اقول له سودو يعني انا لو قلت له مثلا اي بي تي ابديت، اي بي تي ابديت، اي بي تي ابديت، لو انا قلت له انتر بص هنا بيقول لي بيرميشن دراي. طب اي بي تي ابديت ده بيعمل ايه؟ ده بيشتغل بيحدث النظام بتاعك وكل حاجه. يعني انت ايه؟ بيحدث التحديث بتاعت قائمه التولز اللي موجوده عندك، البرامج وكل حاجه، فانت بتبدا تعمل لها ابديت. فانا لما قلت له اي بي تي ابديت راح قايل لي هنا ايه بيرميشن رايت، في حين ان انا لو قلت له اي بي تي ابديت، تمام، هيبدا يحدث معايا التولز اللي موجوده هنا والكلام ده. تمام، واي بي تي ده، اي بي تي دي فكرتها ان دول بيكون مدير البرامج في الكالي بتاعتك وفي الديبيان وفي اللينكس بشكل عام. عامل زي فكره ايه؟ فكره البلاي ستور اللي بيبقى موجود كده في الاندرويد. لما انت مثلا بتبقى عايز تنزل برنامج معين بتروح على البلاي ستور بتاعك على الاندرويد، تمام، وتبدا تحمل مثلا برنامج الواتساب او الانستجرام او الكلام ده كله. جميل. فاي بي تي فكرتها ان انا دول المدير البرامج اللي موجودين في الكالي، فانا ممكن اقول له سودو اي بي تي انستول لو انا عايز احمل اداه معينه اسمها مثلا سي ارجن. تمام، هيبدا يحملها لي فعلا وكل حاجه، والموضوع هيبدا يشتغل معايا. لو انا كنت قلت له اي بي تي، لو انا كنت قلت له اي بي تي انستول، تمام، ارجن، هيبدا يقول لي بيرميشن درايف، في حين ان انا قلت له هنا انا واخد هنا صلاحيات روت. لو قلت له اي بي تي انستول ارجن، تمام، قلت له انتر هيبدا ينزلها فعلا والموضوع هيمشي تمام. فلازم تبقى عارف ان انت بصلاحيات كالي دي صلاحيات محدوده. تمام، بس كده. عندنا اخر حاجه بقى هنعرفها وهي اوامر، تمام، البحث. سي مثلا، خلينا نقفل ده بقى خلاص كده، نقفل ده. سي مثلا انا هعمل فايل اسمه مثلا ايه، نانو باسورد
دوت تكست. تمام، نكتب ادمن احمد حازم زيرو تريس باسورد 1 2 3 كنترول شيفت اس كنترول شيفت اكس. جميل. عندي امر اسمه find. find دي من اسمها كده ان هو ايه، بيعمل بحث. يعني انا اقول له find سلاش، هشرح لك الامر ده دلوقتي، داش نيم، وانا بدور على فايل اسمه باسورد. خلينا نطلع بره المسار ده خالص، بحيث ان احنا كأننا مش عارفين المسار ده فين، او الفايل اللي هو اسمه باسورد التكست مش عارفين هو فين. فانا اقول له find سلاش داش نيم، تمام، باسورد دوت تكست. هو دلوقتي الامر ده بيعمل ايه؟ find دي من اسمها بحث، السلاش ده بيكون مسار الجذر. خلينا نكتبها لك هنا find سلاش داش نيم باسورد دوت تكست. find دي من اللي هو السيرش، تمام، سلاش، السلاش ده بيكون باس بتاع الروت، تمام. داش نيم اللي هو انا عايز ادور على اسم فايل، النيم فايل، تمام. الباسورد دوت تكست ده بيكون اسم الفايل، اللي هو الفايل نفسه ايه، اسم الفايل ايه. جميل. فانا لو قلت له انتر كده هيبدا ياخد شويه وقت، وهيدور في السيستم كله، حرفيا على حاجه اسمها باسورد دوت تكست. اي حاجه جنبها بريميشن درايف فانت مالكش صلاحيه ان انت تبص عليها. طيب نسيبه دقيقه كده لحد ما هو يدور في النظام كله. اهو، بص بقى راح قايل لك ايه، قال لك دول كلهم بريميشن دينايد، يعني انت مالكش اكسس ان انت تبص عليهم. بس انا لقيت فعلا مسار اسمه هوم كالي ديسكتوب لينكس كوماند باسورد دوت تكست. لو انا خدت المسار ده كده، تمام، وقلت له كات للمسار ده، هيبدا يعرضه لك، تمام. دي كده حبيت افهمك حته فايند دي، لان انت هتستخدمها في السي تي اف كتيره جدا، خصوصا لما بتيجي تدور على حاجه اسمها فلاج دوت تكست، روت دوت تكست، يوزر دوت تكست، الكلام ده كله، تمام. طيب نفترض على سبيل المثال، يعني خلينا نضرب مثال اقوى من كده. نفترض ان انا دلوقتي معايا فايل اسمه روكيو دوت تكست. روكيو دوت تكست ده فيه سي مثلا 10 مليون كلمه، وانا عايز ادور في الفايل اللي هو روكيو دوت تكست ده على كلمه معينه، حاجه معينه جوه الفايل ده. سي مثلا انا عايز ادور على كلمه ادمن. طيب لو انا قلت له كات روكيو دوت تكست، بص، هفضل بقى استناه يدور في ال10 مليون كلمه، وبعد ما يخلص خالص وابدا بقى اطلع كده وابص على كلمه ادمن 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 ادمن. مش منطقي، صح؟ فاحنا عايزين نعمل حاجه اسمها جريب، فلتره، تمام. فعندنا امر ان احنا بنستخدمه، نقول له جريب ادمن. ادمن دي الكلمه اللي انا عايز ادور عليها. طيب الفايل اسمه ايه بقى؟ الفايل اسمه روكيو دوت تكست. بص، جاب لك كل الكلمات اللي فيها كلمه ادمن، ادمن 1، ادمن بس، ادمن 21 85 23 مش عارف ادمن ايه، ادمن كذا، جاب لك كل حاجه اسمها ادمن. طيب لو انا عايز اعرف، يعني هقول له كده كات روكيو دوت تكست، والعلامه دي، اسمها بيب لاين. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اشغل امر تاني مع الكات. فانا اقول له جريب، تمام، ماشي، واقول له انا بدور على كلمه ادمن دي او دي، صح؟ يعني الاثنين صح، اللي هما ايه، ان انا اقول له كات روكيو دوت تكست، بعد كده البيب لاين اقول له جريب ادمن، هيبدا يدور لي في الفايل كله على كلمه ادمن. او ان انا ممكن اقول له جريب ادمن وبعد كده اديله اسم الفايل عادي جدا، تمام. لحد هنا الموضوع بسيط، ما فيهوش اي حاجه صعبه. اخر حاجه معانا هو الفكره ان انا اقول له، ممكن اقول له كات روكيو دوت تكست، تمام، واقول له ايه بقى، دبليو سي داش ال. دبليو سي الداش ال، فكره اللي انا عايز اعرف الفايل ده بيحتوي على كام كلمه بالظبط. لو انا قلت له انتر، قال لي بيحتوي على 14 مليون كلمه، تمام. بس فانا لو انا عايز اعرف الفايل اللي قدامي ده بيحتوي على كام كلمه، فبقول له كات دبليو سي داش ال، تمام. بس دي اهم الاوامر اللي انت تستخدمها في السي تي اف. ولو في اي حاجه مش واضحه معاك تقدر تكلمنا على الواتساب. ولو عايز تستفسر عن دبلومة زيرو تريس، تمام، هتلاقي اللينك في وصف الفيديو ان شاء الله. اتمنى تكون انت استفدت، وانصحك ان انت تسجل نوتس، والاوامر دي ماده ممتده معانا.
يعني إحنا في الCTF ممكن نتعلم أوامر جديدة إحنا ما خدناهاش دلوقتي، ولكن أنا حبيت أبدأ معاك بأوامر لينكس عشان تبقى فاهم أنت داخل على الCTF إزاي. تمام؟ طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفك في الفيديو التالت.